السلام عليكم حبايب قلبي الاعزاء، طلبة تالتة ثانوي والغاليين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي صحة وسعادة يا رب. النهارده ان شاء الله باذن رب كريم هنحل امتحان مصر 2024 دور تاني. ان شاء الله الامتحان بتاع الدور اول 2024 حلناه قبل كده، بس طبعا موجود على القناة، تقدر تتفرج عليه وتسمعه في اي وقت ان شاء الله. تعالى بقى نحل ايه الاختبار التاني 2024 دور تاني. نسمي الله كده ونبدأ بسم الله، بس عشان خاطر ركز معايا. بسم الله. كل سؤال طبعا هفسر لك ليه اجابته صح وليه ما ينفعش اجابته الغلط للباقي. يوضح الشكل المقابل تغير الفيض المغناطيسي الذي يخترق ملف دائري. تمام، دي حاجة كويسة. مكون من لفة واحدة. أي من الأشكال البيانية تعبر عن القوة الدافعة المستحثة. بص يا معلم، هنا ال EMF المستحثة بتزيد صح؟ طالما ال EMF المستحثة بتزيد، لينز يولد قوة دافعة مستحثة. عفوا، هنا الفاي ام بيزيد، الفيض بيزيد. لينز يولد EMF مستحثة عكسية ترسم في السالب. فأنا هبدأ من عند واحدة بالسالب، أو هبدأ من عند واحدة بالسالب، أو هبدأ من عند واحدة بالسالب. دي غلط، بس دي كمان غلط. عشان ال EMF بتزيد بانتظام، فتبقى رسمة ثابتة في السالب، يا إما ديت يا إما دي. تمام. هنا ايه اللي حصل؟ الفاي ام ثابت. طالما مفيش تغير في الفيض مفيش EMF مستحثة اهو، يبقى الفترة ديت مفيهاش EMF مستحثة، وبالفعل هو عامل ان مفيهاش EMF مستحثة. طيب الفترة التالتة ال EMF بقت ترسم في السالب ولا في الموجب؟ تعال نشوف. والله ده انت عندك الفاي ام بيزيد، يبقى لينز يولد EMF مستحثة عكسية ترسم في السالب، فدي الوحيدة اللي ترسم في السالب. طب هي ليه مرسومة عند 20 كده؟ تعال نشوف. تعال نجيب ال EMF في الفترة دي. ال EMF بتساوي سالب ان كيكا واحد مش مهم، دلتا فاي مع دلتا تي. الفيض في الحالة الجديدة 50، الفيض في الحالة القديمة كان 10. على الدلتا تي الزمن من 4 ل6، الزمن ب2. 50 ناقص 10 ب40، 40 على 2 يديك كام؟ بيديك ال EMF تطلع بكام؟ تطلع بسالب 20. وعشان كده هي مرسومة عند السالب 20، فدي الإجابة الصح. تمام. أو أنت كنت ممكن أصلا تجيب أول حاجة الدلتا فاي مع الدلتا تي. ده لو واحد إيه بقى عايز يشتغل بضمير، الدلتا فاي ام على الدلتا تي. تعال نكبر عشان تبقى شايفها كلها. يلا يا معلم بسم الله. دي بتزيد تترسم برقم ثابت في الموجب. دي ثابتة خلاص مفيش EMF. دي بتزيد تترسم عند رقم، هي احنا بنجيب الدلتا فاي ام على دلتا تي، ترسم عند رقم ثابت في الموجب، بس ديت هتبقى اكبر من ديت عشان التغير في الفاي ام يبقى كبير. دي بتقل تترسم عند رقم ثابت في السالب وهتبقى كبيرة طبعا. تمام، زي دي مثلا كده. دي الدلتا فاي ام على دلتا تي. لو عايز تجيب ال EMF المستحثة اضرب في سالب لينز. موجب لما نضرب في سالب يديك انك واقف عند السالب. هنا صفر تنزل عند الصفر. هنا موجب لما تنضرب في سالب يديك انك واقف عند السالب، السالب كبير اهو. هنا سالب لما تنضرب في موجب يديك انك واقف عند موجب كبير اهو. بس يا عم يبقى اهي سالب صفر سالب موجب كبير، فدي الإجابة الصح بطريقتين اهي يا عم، مش بطريقة واحدة، عشان لو مفهمتش هتفهم التانية. يلا يا عم اللي بعده. بص يا عم، بيقول لك ايه في الشكل؟ ملفان متماثلان والجلفانومتران متماثلان، جلفانومترين زي بعض بالظبط. بيقول لك اذا تحرك المغناطيس والملفان كما بالشكل، فإن اول حاجه قراءه الجلفانومترين مين اكبر من التاني. بص يا معلم، انت عارف يا مستر والله ان ال EMF بتتناسب طردي مع حاجه اسمها السرعه النسبيه، ودي الراجل بقاله اكتر من 3 سنين بيلعب عليها. يعني ايه السرعه النسبيه؟ لو الجلفانومتر والمغناطيس بيمشوا في نفس الاتجاه بنطرح عكس اللي في بالك، لكن لو بيمشوا في عكس الاتجاه بنجمع. ازاي؟ ان الاتنين دول ماشيين في نفس الاتجاه، يبقى السرعه النسبيه بين المغناطيس وملف الجلفانو تبقى في واحده. ان الاتنين دول بيمشوا عكس الاتجاه، فالسرعة المغناطيس، السرعة بتاع المغناطيس والجلفانومتر السرعة النسبية بينهم هتبقى ب5 في، عشان عكس الاتجاه بنجمع. يعني هنا السرعة النسبية بين الاتنين دول ب وهنا السرعة النسبية بين الاتنين دول ب5 في. ال EMF تناسب طردي مع السرعة النسبية. اللي سرعته النسبية كبيرة EMF بتاعته كبيرة، الانحراف في مؤشر الجلفانو هيكون كبير. هنا بين المغناطيس والملف 2 السرعة النسبية 5 في، يبقى ال EMF هتكون كبيرة، يبقى انحراف مؤشر الجلفانومتر 2 هيكون أكبر من انحراف مؤشر الجلفانومتر رقم 1، يبقى الجلفانومتر رقم 2 أكبر من الجلفانومتر رقم 1. ماشي بقى. طب هنشوف بقى التيار هيكون في نفس الاتجاه ولا متضادين. تعالى، انت بالنسبة للمغناطيس ده انت بتقرب منه، لينز يبعدك بقوة تنافر، يبقى هنا اس والناحية التانية ان. حدد معايا. يبقى التيار نازل في اللفات لتحت اهو، يبقى التيار نازل لتحت، هيجي ينزل كده صح، هيمشي كده صح. تمام. تعالى هنا، انت بالنسبة للمغناطيس ده اهو انت بتبعد عنه اهو، بتبعد عنه. يا لينز يرضيك انه يبعد عنك؟ لا، هنشد بقوة تجاذب. هنا اس وهنا ان،
ان تمام، يبقى التيار طالع كده تمام. يعني هو كان جاي كده يعني هو كان ماشي كده يعني واضح ان التيار في الجلفانومتر 2 كان ماشي في اليمين، التيار في الجلفانومتر 1 كان ماشي في الشمال، فهم ماشيين عكس بعض، فالإجابة الصح هتبقى إجابة رقم ب مضاد دي. والجلفانومتر رقم 2 أكبر من الجلفانومتر رقم 1. ده سؤال فكرته جديدة يا صديقي ومهم، خلي بالك ما جاش قبل كده. بس هو فكرة السرعة النسبية ديت ما بيسيبهاش في الامتحانات، خلي بالك تمام. يلا يا عم بسم الله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك يؤثر فيض مغناطيسي على ملف عدد لفاته دي الان، اذا انخفض الفيض بمعدل، يبقى دي الدلتا فاي ام. بيقول لك ايه؟ خلال زمن، يبقى دي الدلتا تي، فان القوة الدفع المستحثة. بص يا عم، في عندنا قوة دفع مستحثة عند ملف، قوة دفع مستحثة عند سلك. احنا عند ملف، فهنجيب القوة الدفع المستحثة عند ملف. والله القوة الدفع المستحثة عند ملف كانت بتقول ايه؟ يوم من دي نرجع لفرضي ملك الحس. والله فرضي كان بيقول لك الاي ام اف بتاع ملف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على الدلتا تي. يلا يا معلم، سالب. كده كده الاختيارات لازم تقلب بالموجب، عارف ليه؟ لان هو قالك انخفض الفيض، طالما الفيض قل يبقى ليه بيطلع بالموجب، يبقى السالب ده شيله اصلا، مش محتاجينه اصلا. ان دلتا فاي ام على الدلتا تي، الان بكام؟ ان ب10. دلتا فاي ام بكام؟ ب3/10 على الدلتا تي بكام؟ ب2/100. هنشوف المعلم هيديك كام. صلى على النبي. ادي 10 في 3/10 على 2/100، هيديك 150. هيديك 150 فولت، فالإجابة الصح تطلع ب150 فولت، ويبقى الإجابة رقم جيم. اللي بعده بيقول لك ايه؟ الشكل المقابل يمثل سلك معدني اي بي يتحرك عمودي على مجال مغناطيسي منتظم. بيقول لك ايه؟ مولدا بيم. بيقول لك وهيمشي تيار كهربي مستحث بحيث كان جهد النقطة A أكبر من جهد النقطة B، فإن اتجاه حركة السلك. وطالما اتكلم عن جهود، يبقى انت أول حاجة ترجع لقاعدة فيلمينج لليد اليمنى، لأنها تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحث في سلك. لأن عندك قاعدة تانية تستخدم في تحديد اتجاه التيار المستحث في ملف، ألا وهي قاعدة لينز. تمام ماشي. وقالك ان جهد ايه اكبر من جهد بي، بس ده سلك يا مستر. يعني ايه سلك؟ يعني التيار جوه السلك بيمشي من الاقل الجهد لاعلى الجهد، لان السلك اصلا عامله زي البطاريه، فالتيار جوه هيمشي من الاقل جهد للاعلى جهد. من الاقل جهد بي، من الاعلى جهد ايه، فالتيار يمشي من الاقل جهد اللي هي من بي هيروح للاعلى جهد اللي هي ايه. انا عايز اعرف بس سعادتك السلك ده احنا كنا بنحركه فين؟ والله فعل من يد يمنى، سرعه او حركه، مجال تيار. تمام، يبقى يلا نبدا. يلا ادي المجال للداخل اهو، والتيار لتحت، يبقى السرعة أو الحركة هتكون جهة اليسار. بس يا عم يبقى الإجابة الصح هتكون جهة اليسار. بس يا صديقي سهلة والله. يلا اللي بعده. يلا اللي بعده. بس لا سؤال كده معلش. إيه صديقي معلش، ده بس أنا مخدتش بالي والله. ده هنا الفيض 3/10 ملي ويبر، يعني المفروض ال3/10 دي تضربها في 10⁻3. أنا آسف طبعا، معلش حقكوا عليا والله. فالرقم ده المفروض ينضرب في 10⁻3. مشفتهاش والله صح، معلش. هيديك 15/100. معلش عفوا. عفوا أنا آسف طبعا، بعتذر والله. هيديك الإجابة 15%. الإجابة رقم ألف. معلش أنا آسف، بعتذر طبعا. اللي بعده يا عم، صلوا على النبي. بسم الله. السؤال اللي عليه الدور دي احنا ممكن تحل بالنظر يا صديقي، وممكن تحل عادي بورقة وقلم عادي. بيقول لك ايه؟ تتحرك 3 أسلاك A B و C على الترتيب ده A ده B ده C، عمودي يعني 96، في فيلد مغناطيسي كثافته B. بيقول لك ايه؟ عمودي على الصفحة للداخل بسرعات بالرقم ده. أي من دول صح؟ مش ده سلك؟ ال EMF بتاع سلك بتساوي B ال V ساين ثيتا. تمام. وقال لك عمودي، يبقى الساينس ده ثابته 90. قال لك كلهم بيتحركوا في مجال كثافته بي، يعني كثافته الفيض ثابته، يبقى الاي ام اف هتساوي ال في الفي. يلا نضرب 2 ال في 4 في هيديك 8 ال في. تعالى 2 في 1.5 يعني 2 في 3 على 2، 2 في 3 ب6 على 2 هيديك 3 ال في. تعالى هنا ال في هيديك 1 ال في. واضح ان الاي ام اف بتاع A اكبر من اي واحده فيهم، يبقى المفروض نجيب اختيار نقول الاي ام اف بتاع A اكبر من اي واحده فيهم، اللي هو الاختيار رقم ب. اي ام اف بتاع A اكبر من C، ده اكبر من اي واحده فيهم. طب لو انا عايزين نحدد اتجاه التيار، دي حركه مجال تيار، يبقى التيار يمشي كده. تعالى هنا نفس الكلام، يبقى التيار يمشي كده. بس التيار هنا ايه؟ دي حركه مجال تيار، يبقى التيار يمشي كده.
بس يا عم ده سؤال عمال يلعب على الاي ام اف بتاع السلك يا صديقي عشان هي مهمة وبيأكد عليها بدل مرة مليون. السؤال ده يا صديقي كان موجود كان نازل في النماذج اصلا غلط والارقام اللي كانت فيه غلط. استاذ احمد تقريبا يعني الله يبارك له الله يبارك له كمان مرة عدلها. فتعالى يا صديقي ايه نبدأ يلا في المسألة ديت ونحلها بسم الله. عايز اعرف اول حاجة نوع المحول ده وكفاءته ايه. اول حاجة بص عند الابتدائي ده الابتدائي عشان عنده المصدر ده الثانوي. والله عدد لفات الثانوي اكبر من الابتدائي وبما ان ال اس اكبر من ان بي اذا المحول ده يا معلم نوعه رافع للجهد خافض للتيار يبقى هو رافع. رافع. خلي بالك مش لازم ان هو يقولك رافع للجهد. لو قالك مسألة رافع يبقى هو يقصد ان هو رافع للجهد لان في الاصل في المحولات انا لما بقول رافع او خافض انا بتكلم عن الجهد طبعا تمام. عايز اجيب كفاءة المحول يا عم سهل. والله الايتا بتاع اي محول في الدنيا تساوي البي دبليو اس على البي دبليو بي واضرب في 100. بي دبليو اس بكام ب240 على البي دبليو بي مش معايا لا معاك اي في في اللي هي اي بي في في بي هيديك كام 3 في 100 يديك 300 واضرب في 100 يبقى 240 على 300 واضرب في 100 يديك كام يديك 80%. والله صعب ما تدخلكش حاجة ديت اليومين دول. يبقى الإجابة الصح تكون إجابة رقم ج. الجدع بقى عشان ما تجيبهاش بقى صلى على النبي. محول كهربي كفاءته يبقى دي الإيتا يتصل بمصدر يبقى دي البي دبليو بي عشان دي قالك ايه. قالك قدرته يبقى ديت القدرة بتاع الابتدائي فإن القدرة بتاع الثانوي نفس الكلام. هنقول الإيتا بتساوي بي دبليو بي عفوا بي دبليو اس على بي دبليو بي واضرب في 100 صح. المية دي ممكن تجيبها معلش مقسومة هنا بدل ما تخليها مضروبة هنا مش تزعلني في حاجة. يبقى الإيتا 90 على 100 هتساوي البي دبليو اس عايز اجيبها على البي دبليو بي كام البي دبليو بي 60. يلا بقى على طرفين فوسطين يبقى 60 في 90 على 100 تطلع بكام تطلع ب54 بس خلي بالك احنا ما حولناش يعني دي كانت بالكيلو وسيبناها بالكيلو. طالما سبت ديت بالكيلو يبقى الناتج اللي يطلع من ديت بالكيلو يطلع بكام بقى يا معلم. يطلع البي دبليو اس ب54 كيلو واط. يبقى الإجابة الصح ب54 إجابة رقم ألف. يلا يا عم صل على النبي. السؤال اللي بعده تسقط فوتونات بمعدل فاي ال إذا كان طاقة الفوتون الواحد بي اتش في نيو على الاتنين فإن التغير في كمية التحرك بعد انعكاسه. والله يا مستر انت عارف يا صديقي ان الدلتا بي ال لما ينزل فوتون يخبط في سطح عاكس كنا بنقول ام سي ناقص ام سي فكمية التحرك كانت بتبقى 2 ام سي. فاكر القانون بتاع الكتلة بتاع الفوتون فاكره. والله القانون بتاع الكتلة بتاع الفوتون ده كان بيساوي اتش في نيو على السي تربيع. دي الام وادي السي. عايزين نجيب كمية التحرك عفوا وادي السي عفوا. ماشي تمام يبقى انا فكيت الكتله احنا كنا بنقول 2 ام سي انا فكيت الكتله 2 الكتله بتساوي اتش في يو على سي تربيع في سي. فالسي دي هتروح مع السي دي يبقى لك التغير في كميه التحرك 2 اتش في يو على السي. بس خلي بالك صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. كميه التحرك كان ليها قانون بذات الكتله اصلا. مش احنا كنا بنقول ان الطاقه بتساوي ام سي تربيع اللي هي ام سي في سي. طب ما انا ممكن اشيل الام وسي دي واحط مكانها بي ال يعني كده الطاقه بتساوي البي ال سي. انا عايز اجيب البي ال يبقى البي ال هتساوي الطاقه على السي صح. عوض بقى الطاقة بكام اهي. الطاقة يا معلم إذا كان طاقة الفوتون واحد بالرقم ده يبقى اتش في نيو على 2 على السي. دي الطاقة يا معلم كلها تمام. يبقى المفروض دي كمية التحرك صح. بس هو خلي بالك ايه قالك الفوتونات نزلت على سطح وانعكست. يعني هنضرب اهو مش احنا كنا بنقول ام سي ناقص ام سي يعني اداك 2 ام سي. يعني هنضرب بمعنى صح كمية التحرك اللي طلعت هنضربها في ايه نضربها في 2. يبقى دي كمية التحرك اللي طلعت. طلع بكام كمية التحرك طلعت اتش في نيو على 2 سي. نضربها في 2 عشان هي راحت ورجعت انعكست يعني مرة صح فالاتنين نضربهم على 2. يبقى لك ايه يبقى لك اتش في نيو على السي بس تمام. يلا يا عم صل على النبي. فوتون طاقته بالرقم ده وخلي بالك بالالكترون فولت تكون كمية تحركه وعايز يجيبها اهي لسه عاملينها اهي. الاي الطاقة بالجول بتساوي كمية التحرك في السي. عايز اجيب كمية التحرك يبقى كمية التحرك هتساوي لازما الطاقة بالجول على السي. الطاقة بكام ب1.77 في 10 أس 3 بس دي بالإلكترون فولت. حول اضرب في قيمة الإلكترون اضرب في 1.6 في 10 أس 19 على السي 3 في 10 أس 8.
تعال نشوف هيدينا كام. ادي 1.77 في 10 أس 3 في 1.610 في 10 أس 3 19 على 3 في 10 أس 8. يديك كام؟ يديك 9.44 في 10 أس 25. 9.44 في 10 أس 25. الإجابة صح، إجابة رقم ألف. اللي بعده يعني. بسم الله. بيقول لك ايه اهو، طبعا راح للفيزياء الحديثة، راح لقانون فين طبعا. بيقول لك يوضح الشكل منحنى إشعاع جسم ساخن درجة حرارته بالرقم ده ليصبح الطول الموجي لأقصى شدة إشعاع يبقى اللمضة 2. فإن بص يا عم، والله لو تفتكر فين قالك ايه، قالك ان اللمضة ماكسيموم يتناسب عكسيا مع درجة الحرارة بالكلفن. يعني اللمضة ماكسيموم رقم 1 على لمضة ماكسيموم رقم 2 بيساوي درجة الحرارة التانية على درجة الحرارة الأولانية وكله بالكلفن. ماشي. لمضة ماكسيموم رقم 1 كام لمضة؟ لمضة ماكسيموم رقم 2 بقى 2 لمضة. وبيقولك ايه؟ هو بيقولك بسم الله، ليصبح الطول الموجي المصاحب لأقصى شدة إشعاع ب2 لمضة. عايز يجيب الحرارة الجديدة بكام؟ ماشي. الحرارة القديمة بكام؟ الحرارة القديمة كانت ب6000 اللي هي دي. عايز يجيب بقى الحرارة الجديدة بكام؟ تي 2 بكام؟ ماشي يا عم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى طرف موصين أول حاجة اللمضة تروح مع اللمضة. تمام. يلا يا عم طرفين وسطين. بص يا بيه، بسم الله. يبقى تي 2 هتساوي 6000 واحد على 2 هيديك كام؟ هيديك 3000 كلفن. يبقى انا اعمل ايه بقى بدرجه الحراره بقى؟ بص يا عم بقى، براح وركز معايا عشان خاطر يا اسطى بالله عليك ما تبقاش بصمجه في السؤال ده. بالله عليك مش ما تروح تشوف 3000 تختار يا اما ج يا اما ب، مش كده خالص. هو بيقولك درجه حراره الجسم دوت كانت 6000 اصبحت 3000. يعني الجسم ده احنا قللنا خفضنا درجه حرارته بمقدار 3000 كلفن. هل خفضناها بمقدار 1500؟ لا. هل خفضناها بمقدار 3000؟ اه دي صح. خفضنا درجه حراره الجسم ده 3000. رفع درجة الحرارة؟ لا ما رفعناش خالص. رفع درجة الحرارة؟ لا ما رفعناش. احنا خفضنا درجة حرارة الجسم لحد ما وصل 3000. تمام. يلا يا عم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي بعده، السؤال رقم 11. عند رفع درجة حرارة الموصل AB ففي الشكل 2 اي الاختيارات تبقى صح؟ بص يا معلم، انا اي نعم، انا لما ارفع درجة حرارة الموصل ده المقاومة بتاعته هتزيد، ونفس الكلام المقاومة بتاعته هتزيد. يا عم ما يفرقليش، اي فولتمتر في الحياة ليه مكانين، ده المكان الاولاني صح. فين المكان التاني؟ اهو. لما جيت تنقل الفولتميتر للمكان التاني، الفولتميتر الفي 2 بيساوي الفي بي يساوي قوة الدفعة الكهربائية يا معلم. ليه؟ لأن هو واقف على بطارية مهملة المقاومة الداخلية. أو الفي بكام بقى؟ الفي ب6 يبقى الفولتميتر 2 بيساوي 6. نفس الكلام الفولتميتر 1 واقف هنا صح. لو جينا ننقله يا معلم اهو، لو جيت تنقله هتلاقي ان الفولتميتر رقم 1 واقف على بطارية مهملة المقاومة الداخلية. يعني الفي 1 هتساوي الفي بي هيساوي كام؟ هيساوي 6. يعني واضح اصلا ان الفي 1 بتساوي الفي 2 بتساوي الفي بي بيساوي 6. اذا قراءة الفولتميتر رقم 1 هتساوي قراءة الفولتميتر رقم 2. بس يا عم متخليش اي حد يغفلك يا اسطى، وما تخليش حد يضحك عليك. يلا يا عم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور بيقول لك ايه؟ استنى بس نجيب ورقة ديت عشان ايه، عشان متلخبطش، بس عشان تكون معايا في السؤال ده بس. بسم الله بالراحة. بيقول لك ايه؟ يوضح الشكل العلاقة بين مقاومة سلكين لمادتين مختلفين لهما نفس المساحة، يعني ايه ثابتة، عند نفس درجة الحرارة ودرجة الحرارة ثابتة والطول السلك. تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك اي واحدة من دول صح. مش انت عارف يا صديقي ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه؟ بس هو جايبها هنا بدالة السيجما، نجيبها بالاتنين يا عم. والله هي بتساوي رو اي في ال على ايه، او بتساوي ال على السيجما في ايه. هو قالك مين اللي ثابت؟ قالك مساحة المقطع ثابتة. انا عايز اجيب الميل، والله الميل بتساوي فرق الصادات على فرق السينات. خبي اللي على الصادات وخبي اللي على السينات. لو خبيت الار وخبيت ال هيديك ان الاسلوب بتاع الرسمة ديت الرو اي. يعني ايه الاسلوب بتاع الرسمة ديت الرو اي؟ يعني كل ما الميل يزيد كل ما الرو اي يزيد. مين ميله اكبر؟ ميله اكبر بي، يبقى الرو اي بتاع بي اكبر من الرو اي بتاع ايه. يبقى المفروض الرو اي بتاع بي تبقى فوق. بس خلي بالك الرو اي لا تعتمد على طول السلك، فتبقى علاقة ثابتة، عشان كده كل الرسومات علاقة ثابتة. تمام. مش ثابتة بقى، بس الرو اي بتاع بي لازم تكون فوق الرو اي بتاع ايه. ده محور الرو اي الحمد لله، وده محور الرو اي الحمد لله. لازم بتاع بي هي اللي فوق. ايوه بتاع بي هي اللي فوق، يبقى دي صح. يبقى الشكل 3 صح. يبقى الشكل 3 صح، دي غلط ودي غلط. يبقى الإجابة هتبقى ألف، هي هتبقى إجابة رقم د. ماشي. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تعال نجيبها بدالة السيجما. والله أنت عارف إن الرو إي والسيجما بينهم علاقة عكسية. لو الرو إي بتاع بي أكبر من الرو إي بتاع إيه، يبقى السيجما بتاع بي هتكون أقل من السيجما بتاع إيه.
يبقى السيجما بتاعي ايه هي اللي هتكون فوق. فعلا دي السيجما بتاعي ايه فوق، يبقى دي كمان صح. يبقى الإجابة الصح الشكل 2 والشكل 3 في الإجابة رقم ده. حلو، سؤال حلو، خلي بالك في الكويزة برضه. تمام، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور بيقول لك ايه؟ بسم الله. بيقول لك في الدائرة الموضحة بالشكل أي الاختيارات التالية يمكن أن تعبر عن احتمالية قيمة المقاومة المكافأة بكام؟ بص يا معلم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عايز بس أقول لك حاجة. فاكر لما كنا بنوصل 3 و6 توازي مثلا؟ أنا بس جايب لك أرقام بسيطة عشان دي يعني أسهل الأرقام اللي أنت ممكن ما تنساهاش. طبعا لو عايز تجيب مقاومة مكافأة حاصل ضربهم على حاصل جمعهم بتطلع 2 أوم. يعني أنت عايز تقول إيه؟ ناتج توصيل مقاومات توازي بتكون أقل من أقل مقاومة فيهم، ليه الاتنين أقل من 3 أصلا. تمام، تعالى هنا. المقاومة المكافأة عندك 20 توالي زائد المقاومة ديت هتبقى رقم أقل من 20، صح كده؟ ما هي ناتج توصيل مقاومتين التوازي بيكون أقل من أقل مقاومة فيهم. يعني هل المقاومة المكافأة هتبقى 19؟ غلط، ده أنا بقول لك 20 زائد رقم أقل من 20. هل المقاومة تبقى 15؟ لا يا ابني، هي تبقى 20 فيما فوق. طب بس أنت بتقول إيه 20 زائد أقل من 20؟ والله أنت لو جمعت 20 زائد 20 هيديك 40، يبقى دي غلط. انا بقول لك 20 زائد اقل من 20، يبقى الاجابه الوحيده اللي تنفع صح الاجابه رقم ب، لان ناتج توصيل مقاومتين توازي بيكون اقل من اقل مقاومه فيهم، ودي الوحيده اللي بتقول لك ان الرقم ده اقل من اقل مقاومه فيهم. لو جمعته على 20 يديك رقم اقل من 40 اصلا. تمام، ماشي يا عم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى يلا لف لفه كيرشوف بيه، دي طبعا مساله فيها لفه كيرشوف طبعا محترم. يلا يا عم لفها، بسم الله. طبعا انت يعني عندك اي 3 ماشي كده، وعندك اي 2 ماشي كده اهو. اي 3 ده هيمشي، او اي 3 جاي هنا يلف كده اهو، يمشي كده اهو. تمام، يلا يا عم. سيجما الفي بي بتساوي سيجما الايارات، داخل من السالب خارج من الموجب موجب 2 في بي، داخل من السالب خارج من الموجب موجب في بي. سيجما الايارات، بسم الله. اي 2 سهم المسار مع سهم التيار هاخده بالموجب، عدى على كام؟ عدى على 3، يبقى موجب 3 اي 2. انت ماشي كده صح؟ اي 3 سهم المسار عكس سهم التيار هاخده بالسالب، عدى على كام؟ اي 3 عدى على 5، يبقى سالب 5 اي 3. يبقى المفروض معادلتك تقول 2 في بي وفي بي يديك 3 في بي. 3 في بي هتساوي 3 اي 2 ناقص 5 اي 3، يبقى 3 اي 2 ناقص 5 اي 3 بيساوي 3 في بي، يبقى دي الإجابة الصح. يلا يا عم اللي بعده، بسم الله. طبعا ايه دي؟ الراجل عمال يأكد لك على السلك المستقيم، عمال يأكد لك على العلاقة بين البي والدي، عمال يأكد لك عليها مرة مليون، مش عارف يعمل ايه تاني. الشكل المقابل عايز اجيب بي زد، بي زد الى بي واي الى بي اكس. يا ابني بص، والله انت عارف ان البي بتاع السلك المستقيم بتساوي ميو في اي على 2 باي دي. البي والدي بيهم علاقة عكسية، يعني لو عايز تجيب دي بتاع زد أقول واحد على الدي بتاع زد، عشان بينهم علاقة عكسية. لو عايز تجيب بي بتاع واي أقول واحد على الدي بتاع واي، لو عايز تجيب بي بتاع اكس أقول واحد على الدي بتاع اكس. عارف ليه؟ لأن الطريقة كده كده ثابت أهو، مجتش ناحيته، والميو ثابتة والاتنين باي ثابتة، يبقى الأي واحد، يبقى البي واحد على الدي بينهم علاقة عكسية. تمام، يلا بسم الله. واحد على الدي بتاع زد، الدي بتاع زد بكام؟ دي قد دي قد دي، يبقى زد واخد كام؟ دي ودي ودي 3 دي، إلى الدي بتاع واي انا عندك دي وكمان دي يبقى 2 دي، الى الدي بتاع اكس واحد على دي بتاع اكس دي هي واحدة. يلا عايزين نتخلص من النسب ديت. ما ينفعش النسبة يكون فيها كسور، اضرب في 6 المعادلة كلها. 6 في تلت هيديك 2، 6 في نص هيديك 3، 6 في واحد هيديك 6، يبقى زد الى واي الى اكس 2 الى 3 الى 6. تمام، طب لو هنقراها من الاول، اكس الى واي الى زد، خلاص اكس 6 الى واي 3 الى زد 2، يبقى 6 الى 3 الى 2. الوحيد اللي كان فيها 6 الى 3 الى 2 الاجابه رقم الف اصلا. بس يا عم صلى على النبي. ملف دائري، خلاص انت يوم ما تسمع كلمه ملف دائري افتكر ان البي بتاع الملف الدائري احنا كنا معلمينها بحاجه مثلا كده، مثلا حاجه زي منير مثلا، ميو ان اي على 2 ار. يلا يا معلم هاتها يلا. يبقى البي بتاع الدائري هتساوي ميو معامل النفاذية المغناطيسية رقم ثابت ب4 باي في 10⁻7. الان عدد لفاتك ب100 لفة في التيار، التيار بكام؟ التيار ب5 امبير على 2 ار بكام؟ الار نص قطر ده ب2 باي سنتي، اضرب في 10⁻². بص يا اسطى، ال4 باي مع ال4 باي دي تطلع فوق 10⁻4،
بص بس على النبي، 10 أس 2 و10 12 أس 4 مع 10 أس 4 يديك كام؟ يديك 5 في 10 أس -3 في يبقى الإجابة الصح إجابة رقم د. يلا يا عم صل على النبي، السؤال اللي عليه الدور. بص يا سيدي، بسم الله يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. بص يا عم، بيقول لك ايه؟ ملف لولبي. خلاص، مش احنا قلنا البي بتاع الملف الدائري منير؟ خلاص يا عم، يبقى البي بتاع الملف اللولبي منيل. امك تقول لك ايه؟ اتوكس يا منيل. ميو ان اي على ال. متعرفش انها بتقول لك فيزياء بس هي مش واخده بالها. يلا يا عم عوض. الميو كده كده ثابته. عدد اللفات بكام؟ هو قال لك ايه؟ قال لك ملف لولبي عدد لفاته ب14، يبقى دي الان. طوله يبقى دي ال، يبقى 22 بالسنتي يضرب في 10 أس -2 في الاي بكام؟ الاي اللي فوق ب2 امبير. بس يا عم عوض وتطلع معاك على طول. بس هو مديك الميو، خلي بالك متقعدش بيهم معاك. الميو عوض زي ما هو بيقولك. بيقول انها 88/7. اوعى تنسى بالله عليك ان تعوض زي ما بيقولك وتشوف المعطيات كلها للاخر. دي الميو. في الان عدد لفاتك ب14، في الاي ب2 على ال بكام؟ ال يا معلم ب22 واضرب في 10 أس -2 تطلع بكام؟ تطلع ب1.6 في 10 أس -4. 1.6 في 10 أس -4. تسلا اهو. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ب. اللي بعده يا عم، بسم الله. دخل على القوة المغناطيسية. بيقول لك يبين الشكل سلكين طول كل منهم ب80. بيقول لك ايه؟ يمر في كل منهم تيار كهربي شدته على الترتيب 2 امبير و2 امبير. ماشي. اذا علمت ان القوة المتبادلة بالرقم ده فيكون البعد، سعادتك لو ما تعرفش اعرف القانون بتاع الاف المتبادلة بين سلكين بتساوي ميو اي واحد اي اتنين في ال، حيث ال اسمه الطول المشترك بينهم على 2 باي دي. حابب افكرك هنا السلكين في عكس الاتجاه، يبقى بين السلكين جمع، بره السلكين طرح. يبقى السلك ده يتحرك من الجمع للطرح يمشي كده، والسلك ده يتحرك من الجمع للطرح يمشي كده. السلكين بتوع بعض، فدي بنسميها قوة تنافر. يبقى لما السلكين يكونوا عكس الاتجاه القوة الناشئة بينهم قوة تنافر. طب لما السلكين يكونوا في نفس الاتجاه، بين السلكين طرح بره السلكين جمع، فالسلك ده يتحرك من الجمع للطرح وده يتحرك من الجمع للطرح، قربوا من بعض، دي اسمها قوة تجاذب. قلت بس اقول لك من باب وذكر فان الذكر تنفع المؤمنين. طب انا عايز اجيب الدي. خلاص، طلع الدي فوق وهتلف مكانها، يبقى الدي هتساوي، عوض يلا. الميو مديها لك تحت، هيبقى 4 باي في 10 سالب 7. اي واحد في اي اتنين، اي واحد ب2 في اي اتنين ب2 في ال الطول المشترك بينهم قالك 80 سم اللي هي 8 من 10 متر، اللي هي 80 نضرب في 10 أس -2 على، بسم الله، على ايه؟ على 2 باي. وهجيب الاف مكانها تحت. الاف بكام؟ ب2 في 10 أس -5. ممكن اقول لك 2 ب4 باي تروح مع 4 باي. 10 أس -5. ده -5. بص احنا اقول لك ايه يا ربي. طبعا -2 مع دي بثبت اساس واجمع اسس، يبقى -2 زائد، لا ده هيديك كام؟ هيديك -9 مع -5 تحت. يصلح احنا نعاني ليه؟ عشان وقتك برضو مهم برضو. يبقى احنا قلنا 10 أس -7 فوق، -7 فوق في 2 في 2 في 80 في 10 أس -2 على 2. لا عفوا، الأربعة 2 في 2 باي دي تطلع على 4 باي، يبقى على 10 أس -5. تطلع الإجابة بالرقم ده يا صديقي. بس الإجابة تطلع كده بالمتر، خلي بالك. تمام، يعني تطلع الإجابة، تطلع دي 0.032 بالمتر. لا ده كلهم بالسنتي. خلاص، يبقى حول السنتي يضرب في 10 أس 2. تطلع بكام؟ تطلع بالرقم ده، تطلع ب3.2 سنتي. اهي سبحان الله، الاختيار رقم ألف 3.2 سنتي. بس يا عم صل على النبي. السؤال اللي عليه الدور بيقول لك ايه يا عم؟ السؤال اللي عليه الدور بيقول لي ده تقريبا هيتكلم عن حساسية والكلام ده كله. ماشي. بص يا عم صل على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه؟ 4 جلفانومترات، الأشكال توضح زاوية انحراف كل منهم. بيقولك إيه؟ عند مرور تيارات مختلفة. أي الجلفانومترات لو هما نفس الحساسية. والله الحساسية بتاع الجلفانو لو أنت فاكر كانت بتساوي السنسيتيفيتي، كانت بتساوي سيتا على ار. زاوية انحراف مؤشر الجلفانو من وضع الصفر على التيار. تعال نشوف. بسم الله. سيتا على اي، السيتا بكام؟ 30.
والله دي القانون الوحيد اللي ما كناش بنحاول التيار فيه. يعني لو التيار ب5 مايكرو كنا بنساوي المايكرو. 30 على 5 يطلع كام؟ يطلع 6 ديجري لكل مايكرو امبير. يبقى دي 6. تعالى هنا، 6 على 30 على 2 يطلع بكام؟ يطلع ب15 ديجري لكل مايكرو امبير. تعالى هنا، 6 على 40 على 4 يطلع ب10 ديجري لكل مايكرو امبير. تعالى هنا، 45 على 3 يطلع بكام؟ يطلع ب15 ديجري لكل مايكرو امبير. ده القانون الوحيد اللي مش بنحول. هنا 15 وهنا 15، يبقى الجلفانومتر 2 حساسيته زي الجلفانومتر رقم 4. يبقى الإجابة الصح هتكون إجابة رقم ج. أنا ملاحظ إن الراجل مأكد، أو هو يعني أغلب الاختيارات جيم ليه الامتحان ده. أنا تقريبا يعني حليت جيم كتير في الامتحان ده تقريبا. جلفانومتر حساس، بيقولك مقاومة ملفه، يبقى دي الار جي، مقاومة ملف الجلفانو. فإن مقاومة المجزئ بكام اللي هتخلي الحساسية تقل السدس؟ والله أنا ممكن أحلها معاك بطريقتين. أنت عارف يا صديقي إن الحساسية اللي هي اي جي على اي ليها قانون ار اس على ار جي زائد ار اس، ده بيحل كل حاجة. يلا بسم الله. قالك الحساسية تبقى السدس، يبقى الحساسية اللي هي اي جي على اي بسدس هتساوي ار اس، عايزين نعرف على ار جي بكام. ار جي ب60 زائد ار اس، يلا طرفين في وسطين، 6 في ار اس يديك 6 ار اس، هتساوي 60 زائد ار اس في 1 هيديك 60 زائد ار اس. ودي الار اس بعكس اشارة، 6 ار اس ناقص ار اس هيديك كام؟ 5 ار اس. 5 ار اس بتساوي 60، اقسم على 5 يمين واقسم على 5 شمال، يطلع يا معلم الار اس بكام؟ تطلع ب12 اوم. يبقى الإجابة الصح هتكون إجابة رقم ج. ده اللي بعده بسم الله. مين من دول هيحقق ان الجهد الخارجي عالي؟ عالي يعني هاي، يعني 1. تعال نجرب بسم الله. تعال نجرب اول اختيار، 0 0 0. والله اول اختيار غلط، عارف ليه؟ لا ثواني كده، اول اختيار غلط. عارف ليه؟ لان 0 على النط ب1، 0 على القرب 0، 1 و0 على الاند مش هيطلع هاي، يبقى ده غلط. طب تعالى هنا، تعال نشوف ده صح. لو على الاي 0 والبي 0 والسي 1، 0 على النط طلع 1، 1 و0 على الأور بتاخد اللي قيمة، تاخد ال1. 1 على ايه بابا بطلع 1، فده صح. اثبت ان الباقي غلط. تعالى، 1 1 0، يعني لو هنا 1 سوري كده، 1 1 0، هنا 1 كمان وهنا 0. 1 على النط طلع 0، خلاص متكملش، يبقى دي غلط. ودي كمان غلط عشان 1 على النط طلع 0. بس يا عم يبقى الإجابة الصح تبقى الإجابة رقم ب. اللي بعده بيقولك إذا وصل، بسم الله، بيقولك ايه يا معلم؟ بيقولك إذا وصل دايود وبطارية مهملة المقاومة الأومية ومقاومة أومية كما بالشكل، علما بأن مقاومة الدايود في حالة التوصيل الأمامي مهملة وفي حالة توصيل العكسي ما لا نهاية، فإن فرق الجهد بين طرفي A B. بص يا معلم، التيار يمشي كده، يمشي كده، كده كده، لقينا الدايود وصل توصيل عكسي، لن تسمح مرور تيار. بس الدايود كان بيتعمل كمفتاح، لو في حالة التوصيل الأمامي مفتاح مغلق، لو في حالة التوصيل العكسي مفتاح مفتوح. طب هنا الدايود وصل توصيل عكسي، يبقى كأن ده مفتاح مفتوح. تمام تمام. وكأني بقولك يا صديقي العزيز دلوقتي احنا عايزين نجيب فرق الجهد بين طرفي النقطتين A B. يعني وكأني معلق فولتمتر هنا كده بين طرفي النقطتين A B، بقولك هاتلي فرق الجهد هنا بكام. من غير كلام يا مستر، فرق الجهد بين طرفي النقطتين A B ده واقف على بطارية بس، بطارية ومفتاح مفتوح. يعني ايه الكلام ده؟ دي مهمة قوي، خلي بالك صديقي. هو ايه الفرق بين ده، ايه الفرق بين الشكل ده وايه الفرق بين الشكل ده؟ هنا ده بيقرا كام وده بيقرا كام؟ هنا ده بيقرا 0 طبعا، لان هو اصلا يا دوبك ملحقش يقف على البطاريه. يا ابني ازاي هو واقف على البطاريه؟ لا اتاكد، شوف، بص من الطرف اليمين هو بالفعل ماسك القطب السالب بتاع البطاريه. طب من الطرف الشمال ايه ده ملحقش يمسك القطب الموجب. يبقى فيها هذه الحاله الفولتمتر ده اصلا ملحقش يقف على البطاريه، ما عرفش يقف على البطاريه. يبقى فيها هذه الحاله الفولتمتر ده بيقرا 0. لكن في الحاله ديت لا، ده عادي الفولتمتر. بص الطرف اليمين ماسك في القطب الموجب، بص الطرف الشمال ماسك في القطب السالب، وهكذا. يعني هنا واقف على البطاريه، فهنا هيقرا الفي بي، لان اصلا المفتاح مفتوح، فهتقول في بي ناقص اي ار، فالاي ار تبقى بصفر، فالفي تساوي في بي. هنا الفي بتساوي صفر اهي. هنا عندك ادي بطاريه وادي مفتاح، ايه ده؟ بطاريه ومفتاح. ده الفولتمتر ملحقش يمسك البطاريه. هنا من الطرف الشمال مسك في القطب الموجب، طب من الطرف اليمين ده مفتاح مفتوح. اذا قراءه الفولتمتر ده بيساوي صفر. يبقى الاجابه الصح اجابه رقم ب. اثبت لي اي فولتمتر في الدنيا ليه مكانين. لو ده المكان الاولاني، ده المكان التاني بتاع الفولتمتر.
الفي بتساوي اي في ار صح؟ الاي بكام؟ صفر، دايرة مفتوحة. ار بكام؟ 30. صفر في 30 يديك صفر، يبقى في كده حالتين ار صفر. اي خدمات يا عم، صلوا على النبي. السؤال اللي عليه الدور، اذا كان معامل التكبير بالرقم ده، عايز اجيب اي اي على اي بي. بص يا عم بالراحه بس، ده معامل التكبير. تعرف تجيب منها مين؟ الالفا. اعرف اجيب منها الالفا. الفا اي هتساوي بيتا اي على واحد زائد بيتا اي. بيتا اي 93.6 على واحد زائد بيتا اي اللي هي 93.6. تعال نشوف هيديك كام. يبقى 93.6 على واحد زائد 93.6. هيديك كام يا معلم؟ هيديك الرقم ده 98%. تمام، يبقى هيديك كام؟ 98%. انا عايز اجيب ايه؟ اي اي على اي بي. ماشي بالراحه بس، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بص يا عم، تعرف تفك الاي اي؟ طبعا الاي اي الالفا، انت عارف ان الالفا اي بتساوي اي سي على اي اي. لو ما تعرفش اعرف بقى. تمام ماشي يا مستر. ماشي يا حبيب قلبي، يبقى الالفا اي بتساوي اي سي على اي اي. جميل، بالراحه بقى. طب وبعدين انا عايز اجيب الاي اي، يبقى الاي اي هتساوي اي سي على الفا اي. تعال نشيلها بقى ونعوض مكانها. وبالمره اصلا مش انت عارف ان البيتا اي بتساوي اي سي على اي بي؟ بس يا عم كده محلولة ومقضية. ازاي محلولة ومقضية يا عم؟ بالراحة. انا عايز اجيب الاي بي، يبقى الاي بي هتساوي اي سي على بيتا اي. خلاص يا عم عوض. الاي اي هتساوي ايه؟ اي سي على الفا اي. ماشي، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. على الاي بي، بدل ما اقول على شقلب على، خليها في مع قلب اللي بعديه، يبقى على شقلبنا اللي بعدها بقى بيتا اي على اي سي. فالاي سي مع الاي سي يبقى كأني بقول لك بيتا اي على الفا اي. البيتا اي بكام؟ 93.6. الالفا اي بكام؟ 98%. يلا يا معلم، يبقى نقسم 93.6 على العنصر رقم 95%. طلع كام؟ طلع ب94.6. بس يا عم، اللهم مجموع مثل هذا، اللهم مجموع مثل هذا يدخلني طب وانا قاعد مرتاح وانا حاطط رجل على رجل. واخد بالك انت يا معلم؟ صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال اللي عليه الدور ده دخل على الفصل الثامن، دخل على بلور شبه الموصل النقي، والشبه النقي طبعا دخل على التطعيم. بص يا عم، بسم الله صلى على النبي. بص يا سيدي، بسم الله. بيقولك ايه؟ اذا كان تركيز الفجوات في بلور شبه موصل نقي، طالما ده لسه نقي ما اتطعمش بشوائب يا معلم، يبقى دي الان اي. اسمها ايه؟ تركيز الالكترونات او تركيز الفجوات قبل التطعيم. ثم طعمت بشوائب من عنصر فاصبح تركيز الفجوات، يبقى دي البي، تركيز البي. يبقى انت طعمت بعنصر ايه؟ يبقى انت اكيد طعمت بعنصر يديك فجوات اكتر. طب مين العناصر اللي كانت بتديك فجوات اكتر يا معلم؟ الشوائب الثلاثيه. كل ما الطعم بثلاثي بيصبح ان اكسبتور ذرة مستقبلة. اول حاجة بيكتسب الكترون وبيعمل فجوة. تمام، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هو عمل فجوة، طالما كتر من الفجوة يبقى اسمه سواء بعنصر ثلاثية، اسمه بي. يبقى ده عناصر ثلاثية. العناصر الثلاثية زي مين؟ زي البورون، زي الانتيمون، عفوا زي البورون، زي الالومنيوم. العناصر الخماسية زي الفوسفور، زي الانتيمون، زي السرنيخ. يبقى الخماسية دي غلط، يا اما بورون يا اما انتيمون. تعرف تجيب تركيز الالكترونات؟ طبعا ال اي تربيع بتساوي حاصل ضرب تركيز الالكترونات في تركيز الفجوات. انا عايز اجيب ال ان، يبقى ان هتساوي ان اي تربيع على بي. ان اي تربيع دي ال ان اي ربعها 10 اس 11، لما نربعها يديك 10 اس 22 على البي اللي 10 اس 9. هنثبت اساس ونطرح الاسس. 10 اس 22 ناقص 10 اس 9 يديك 10 اس كام؟ اس 13 سنتيمتر اس 3. يبقى الإجابة الصح تبقى إجابة رقم ج. بس يا عم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. في الأميتر الحراري عند استبدال المجزئ بواحد تاني ذي قيمة أقل مع ثبات القيمة الفعالة للتيار الموارد في الدايرة، فإن، بص يا عم صلى على النبي، حاول ارسمها لك بسرعة كده. انت فاكر يا صديقي ان الأميتر الحراري كان بيتكون أول حاجة من سلك مصنوع من الإيريديوم بلاتين مع مجزئ تيار. كان بيجي هنا تيار اسمه مثلا تيار الأميتر، كان بيخش هنا اسمه تيار الإيريديوم بلاتين مثلا اي اي، وكان بيخش هنا اي اس. عايز اعرفك ان الاي اللي بره ده عبارة عن مجموع الاي اي زائد الاي اس، ده قيمته ثابتة.
يعني لو واحد من دول زاد التاني هيقل عشان يفضل قيمته ثابتة. حلو. وانت كنت بتجيب مجزء مقاومته صغيرة ليه؟ عشان يخش في التيار الأكبر. طالما تيار المجزء كان أكبر، عفوا ده اي اس، طالما تيار المجزء كان أكبر يبقى الاي اي هتكون قليلة، يعني التيار المر في سلك الإيريديوم بلاتين هيكون قليل. طالما التيار المر في سلك الإيريديوم بلاتين كان قليل، انت عارف ان البي دبليو تناسب تناسبا طرديا مع التيار. لو البي دبليو قلت، اذا التيار المار في هذا السلك هيقل، او لو التيار المار في السلك قل يبقى القدرة الحرارية الناتجة عن هذا السلك هتقل. تمام. تعالى بقى شوف قالك ايه. عند استبدال المجزء بواحد تاني، بيقولك ايه ذي قيمة اقل. معلش عفوا، يعني انت عملت في مجزء يعني الار اس انت قللته اكتر واكتر. طالما الار اس يا ابني انا قللته، اذا الاي اس هتزيد لان بينهم علاقة عكسي. تمام. ولو الاي اس ده زاد، ايه اللي يحصل للتيار المار في سلك الإيريديوم بلاتين؟ هيقل. فالتيار المار في سلك الإيريديوم بلاتين هيقل. وانت عارف ان القدرة والتيار بينهم علاقة طردية. طالما التيار قل، اذا القدرة الحرارية المتولدة في سلك الإيريديوم بلاتين هتقل. يبقى الطاقة الحرارية اللي في سلك الإيريديوم بلاتين هتقل. يبقى الإجابة رقم ب. هي الإجابة رقم د. المقاومة الكلية للأميتر، عندك مقاومتين توازي، انت قللت مقاومة منهم يبقى المقاومة التانية هتقل أكتر وأكتر. يبقى الإجابة الصح هتكون الإجابة رقم ب. سؤال حلو، خلي بالك. ماشي يا عم، يلا اللي بعده. بص يا عم. دايرة مهتزة. يوم ما تسمع على طول كلمة دايرة مهتزة افتكر القانون بتاعها. اف بتساوي اف تربيع بقى بتساوي 1/4 باي تربيع ال سي. تمام. افتكر القانون بتاعها على طول. يوم ما تسمع كلمة ايه، يوم ما تسمع كلمة دايرة مهتزة على طول، دايرة مهتزة أو تردد رنين، افتكر القانون ده اوعى تنسى بالله عليك. تمام. ممكن نكبر شوية معلش، بس كفاية كده. طب مو كده زي الأول، بس كفاية. ماشي. بيقولك ايه، بيقولك معامل حث الذاتي ده كان بالرقم ده L1. فلكي يزداد تردد الدائرة المهتزة للضعف، يمكن توصيل ملف على التوازي مع الملف الأول. معامل حثه الذاتي كام؟ ماشي يا عم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كده هو مين؟ دي ثابتة ودي ثابتة ودي ثابتة ودي ثابتة، يبقى أعمل علاقة بين اف تربيع و ال. يعني كده اف تربيع الأولاني على اف تربيع التاني هتساوي ال بتاع التاني على ال بتاع الأول، لأن بينهم علاقة عكسية. ماشي. بيقولك ايه، لكي يزداد تردد الضعف، يعني لو التردد الأولاني بإف، اف تربيع طبعا اهو، فالتردد التاني باتنين اف، بس قالك انا دي ايه اف اتنين كل تربيع، لما تيجي تربع يديك الاتنين تربيعات بتربعة، والاف تربع بقت اف تربيع تساوي ال اتنين بكام؟ ال اتنين عايزين نعرف ال واحد بكام؟ ب2/10. فدي تروح مع دي، يبقى ال اتنين هتساوي 2/10/4. تعال نشوف هيدينا كام. ادي يا عم 2/10/4 بكام؟ ب5 الاتنين عفوا 5. ماشي. يبقى التوازي بتاعهم يا معلم ب5. شفت هو قالك ايه في السؤال؟ قالك يمكن توصيل مكثف على التوازي بكام مع الأولاني عشان الناتج يبقى 5%. تعال نجرب الاختيارات نشوف كام مع كام يديني 5%. تعال نجرب 2/10 مع 4%، حاصل ضربهم على حاصل جمعهم. طلع بيه الرقم ده. قال دي صح؟ لا غلط. تعال نجرب التانية. يبقى 7% في 7% في طبعا ايه دي اللي توتال. تعال نشوف بقى نشوف مع كام. 2/10 مع 7% على 2/10 زائد 700، طلع بالرقم ده. اه دي نوعا ما صح اهي. 5%، في دي صح. تعال نجرب الباقي. 15% مع 2/10 ادي 15% مع 2/10 على 15% زائد 2/10، مطلعتش. تعال نشوف اخر واحدة. 2/10 في 2/10 على 2/10 زائد 2/10، طلع بكام؟ 1/10. فالوحيدة اللي طلعت ب5% الإجابة رقم ب. يلا اعمل اللي بعده. بص يا عم، بسم الله. دايرة كهربية في حالة رنين بس، يبقى أول حاجة الإكس اللي بتساوي الإكس، يبقى الفي اللي بتساوي الفي سي، يبقى الزد بتساوي الآر، يبقى البي دبليو أكبر ما يمكن، يبقى التيار أكبر ما يمكن، يبقى الفي توتال بتساوي الفي آر، يبقى الإف بتساوي 1/2 باي جذر ال سي. أي خدمات يا عم. بقولك إيه، طبعا أنت عارف إيه، طالما في حالة رنين يبقى الإكس اللي بتساوي الإكس سي. كمل. تم زيادة مفاعلات الحسية
تم زيادة مفاعلات الحسية لملف الحس إلى الضعف. يعني كده المفروض إن الإكس ال 2 هتساوي، هي كانت في الأول بتساوي إكس سي صح، تبقى 2 إكس سي زودتها للضعف. وللحفاظ على اللهم صل على النبي، وللحفاظ على تردد حالة الرنين في الدايرة، بيقولك بتغيير المكثف فقط. أنا عايز أعرف النسبة بين إكس 1 على إكس سي 1 على إكس سي 2 هتكون بكام. بص يا عم، تعالى يا عم، هي إكس سي 1 بكام؟ طبعا أنت عارف الأول إن الإكس سي كانت بتساوي الإكس إل، يعني الإكس سي في الأولانية كانت بتساوي الإكس إل. عشان الدايرة تبقى في حالة رنين يا معلم لازم ان الاكس ال بتساوي الاكس سي. هو قالك ان الاكس ال زادت للضعف، يبقى المفروض الاكس سي كمان تزيد للضعف. يعني الاكس سي تبقى كام؟ هي الاكس سي كانت باكس ال، هتزيد للضعف في الحالة التانية تبقى كام؟ تبقى 2 اكس ال. فالاكس ال مع الاكس ال مع بعضها اداك نص. بس ادي يا عم مسائل. صار انا لحد الان مفيش مسائل صعبة يا صديقي عديت علينا. ماشي يلا يا عم، بسم الله. بيقول لك ايه؟ في ليزر الهيليوم نيون عند استبدال المرآة الشبه منفذة بلوح زجاجي شفاف، اي الاختيارات تحصل من ديت؟ تزيد شدة الشعاع الناتج. لا غلط. امتى الشدة بتزيد؟ لما نبدل المراية الشبه منفذة بمراية معامل انعكاسها أقل الشدة بتزيد. لا ينتج شعاع ليزر. غلط، هيتم انتاج شعاع ليزر اصلا لما انتقل من اي 2 لاي 1 عند النيون. ماشي صلى على النبي. لا يحدث اسكان معكوس. غلط. الاسكان المعكوس يا حبيب قلبي بيحصل لما يكون عندك مستوى شبه مستقر، ويكون عندك مستوى، يكون عندك اول حاجه ذرات هيليوم مثارة تخلص فترة العمر تخبط في ذرات النيون تطلعها للمستوى الإسكان المعكوس. يبقى الإجابة الصح على طول ب. لا يتم إنتاج شعاع ليزر. مش على طول، عفوا لا يحدث انبعاث مستحث على الإطلاق. ليه؟ لأن يا صديقي لو أنت فاكر الانبعاث المستحث ده، أول حاجة كنا بنستنى ذرات النيون لحد ما تخلص فترة الإثارة، فطلع شوية فوتونات. في فوتون خبط في المراية وطلع بره، وفي فوتون تاني خبط وطلع بره، في فوتون تالت خبط على مستوى امتداد الأنبوبة ورجع تاني. اللي حصل إن الفوتون ده كان طاقته بتساوي الفرق بين المستويين. ماشي. بيقول لك ايه؟ الفوتون ده يا معلم هيستحث ذرات على النزول، فالذرات هتنزل. يقول لك لما يجي يخبط في مراية بقى المراية الشبه منفذة، ده يا معلم مراية شبه منفذة بس بلوح زجاجي. اللوح الزجاجي ده شفاف. يعني ايه؟ يعني اللي يحصل ان لما الفوتون يجي يخبط في المراية بتاع الزجاج الشفاف هيعدي اصلا، مش هيحصل تضخيم، مش هيحصل انعكاسات. وانت عارف ان الانعكاسات هي اللي كانت المسؤولة عن تضخيم شعاع الليزر، كان بيبقى خارج شعاع ليزر مضخم من المراية الشبه منفذة. ده لوح زجاجي شفاف، يعني الفوتون ما هيجي يخرج عنده هيطلع على طول برا على طول، مش هيحصل انعكاسات خالص. لا ثواني معلش كده، لا ثواني نقرا كده معلش يا صديقي، نقرا بس كده معلش. لا ثواني، طب ما هو كده مش هيتم انتاج شعاع ليزر. لا ثواني معلش. في ليزر الهيليوم نيون عند استبدال المرآة الشبه منفذة بواحدة تانية ذات زجاج شفاف. لا ثواني، مش دي الإجابة الصح يا صديقي. عارف ليه؟ طب ما انت لسه قايل بحد ذات لسانك مش هيحصل تضخيم لشعاع ليزر، او بمعنى صح اللي هيحصل ان الفوتون هيجي من هنا، هيجي لما يجي يخرج من المراية يخرج على طول. لم يتم تكوين شعاع ليزر. لا، فدي الأدق يا صديقي، دي الأصح. لا، لم يتم انتاج شعاع ليزر، دي الأصح. لان مش هيحصل انعكاسات. هي مين اللي بتعمل شعاع الليزر؟ المرايتين بتوع التجديف الرنين اللي بيعملوا شعاع الليزر. طب سعادتك انت ما بقاش عندك يا معلم المرايتين، يعني عندك واحده عاكسه والتانيه ما بقتش تقوم شغلها، يبقى خلاص مش هيتم انتاج شعاع الليزر، لان شعاع الليزر بيتم انتاجه عن طريق المرايتين دول. بس يا معلم صل على النبي، يبقى دي الاجابه الصح. عفوا مش دي الاجابه الصح، دي اصح بكتير مليون مره. تمام. صل على النبي. اللي بعده، يستخدم الليزر في التصوير المجسم، وذلك لأن أشعته طبعا مترابطة. طبعا ده سؤال محفوظ طبعا. يلا يا عم اللي بعده. بيقولك ايه؟ يعبر الشكل عن الكترون موجود في مستوى الأول. بيقولك ايه؟ سقط عليه فوتون طاقته بتساوي 4 ناقص اي 1. يعني أول حاجة نزل عليه فوتون طاقته بتساوي 4 ناقص اي 1. الفوتون ده طاقته بتساوي الفوتون اللي أنا كنت فيه ناقص الفوتون اللي هطلع فيه. يعني انت أول حاجة الفوتون ده لما ياخد طاقة يطلع فوق، يطلع لمستوى اي 4، يعني هو بقى قاعد فوق دلوقتي. تمام. يبقى انت لما تيجي تنزل على الفوتون، لما تيجي تنزل على اي ذره فوتون بتنزل عليه فوتون طاقته بتساوي الفرق بين المستويين اللي هو قاعد فيه واللي هطلعه عليه. طب تعالى هنا، بيقولك ايه؟ بيقولك وقبل انتهاء فترة العمر. طالما قبل انتهاء فترة العمر يبقى ده انبعاث مستحث. تمام، يبقى انبعاث مستحث، انبعاث مستحث، يبقى دي غلط دي غلط. بيقولك ايه؟ نسقط على الذرة فوتون طاقته بتساوي اي 4 ناقص اي 3. لا ثواني بقى، يبقى انت قمت منزل عليه فوتون طاقته بتساوي اي 4 ناقص اي 3. يعني اول حاجة طاقته بتساوي الفرق بين المستوى اللي انا قاعد فيه ناقص المستوى اللي انا هنزل عليه. يبقى يوم ما الالكترون بتاعك يجي ينزل هينزل على المستوى ان. يبقى اول حاجه دلوقتي هو يرجع من المستوى الرابع اللي هو المستوى ان يروح للمستوى ام. يبقى يرجع من ان الام، دي ان الام ودي ان الام، بس دي انبعاث تلقائي، دي غلط.
هو الإجابة الصح تبقى انبعاث مستحث، يبقى الإجابة الصح تبقى الإجابة رقم ج. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله. بيقول لك يا معلم، بيقول لك استخدم فرق جهد بالرقم ده الفي. طبعا عشان ايه؟ عشان تبقى شايف اكتر واكتر. تعالى بس يا عم. بس عايز اجيب الطول الموجي بكام؟ ده فرق الجهد خلي بالك. وعايز اجيب السرعة بكام؟ والله لو انت عايز تجيب الطول الموجي ارجع للقانون بتاعه. الطول الموجي كان بيساوي اتش على جذر 2 ام الكترون في اي في في فرق الجهد. تعالى نجرب يلا بسم الله. يبقى اتش ده رقم ثابت 6 علامة 6 2 5 في 10 في 37 على 2 جذر 2 ام الكترون تساوي 1/10 في 10 أس 31 في شحنة الإلكترون 1.6 في 10 أس 19 في الفي فرق الجهد بكام؟ فرق الجهد 300. يطلع بكام؟ يطلع بالرقم ده، يطلع ب7.8 طبعا التمانية تدي التمانية تخليها 9. 7.9 في 10 سالب 11. طبعا ايه 10 سالب 11 دي بالمتر، خلاص مش محتاج ان انا احولها بقى. تمام. ايه ده؟ طلعت ب7.9 انجستروم. لا يا معلم، هي مطلعتش انجستروم، ده هي طلعت برقم ده بالمتر، مطلعتش بالانجستروم. يبقى دي غلط ودي غلط. طب هل هي بالرقم ده بالنانو؟ تعال نحولها لنانو كده. نضرب في 10 أس 9 يبقى بالنانو تبقى 700. فعلا يبقى الإجابة الصح 700 نانو أو 700 نانو. يبقى دي الإجابة الصح، إجابة رقم ب أو إجابة رقم ج. عايزين نجيب السرعة يا ابني. مش أنت عارف إن السرعة من أنبوبة أشعة الكاثود من كاثود ريتيو بتساوي جذر إي في على نص ام إلكترون؟ صح يا مستر؟ يلا عوض. يبقى جذر إي في على نص ام إلكترون، جذر إي 1.6 في 10 في سالب 19 في فرق الجهد بكام؟ 300 على 2 اللي هي نص يعني عفوا ام إلكترون. بكام ام إلكترون؟ 9.1 في 10 في سالب 31. هيديك كام؟ هيديك ده الإجابة اللي هي كام يعني. ادي هي يا معلم. بص هي 10.27 في 10 أس 6. تمام. 10.27 في 10 أس 6. أو احنا ممكن ايه علامة مرة كمان فالأس تزيد واحد. يبقى 1.27 من 1000 في 10 أس 7 اهي. 1.27 من 1000 في 10 أس 7. يبقى دي الإجابة الصح. يلا يا سيدي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لك ايه؟ يمثل ذرة هيدروجين مصارة فإن النسبة بين المستوى اللي هو البي ال بتاع اكس إلى البي ال بتاع واي. مش انت عارف يا صديقي ان البي اللي من شوية كانت بتساوي ايه على السي؟ صح. يعني كده السي ثابتة، يبقى البي ال والاي بينهم علاقة طردية. يعني عايز اجيب البي ال بتاع اكس. البي ال بتاع اكس يبقى الدلتا اي بتاع اكس على البي ال بتاع واي يبقى الدلتا اي بتاع واي. صح كده؟ صح يا مستر. يلا الدلتا اي بتاع اكس كان فين؟ اكس كان في المستوى الرابع. نزل على المستوى التاني. المستوى الرابع كان بكام؟ المستوى الرابع كان بسالب 85 من 100 ناقص، عشان الدلتا يعني طرح، ناقص المستوى التاني بكام؟ سالب 3.4 سالب موجب. يلا المستوى التالت كام بكام؟ المستوى التالت كام؟ سالب 1.51 ناقص نزل على المستوى الأول سالب 13.6. سالب يديك موجب. تعال نشوف هيدينا كام. يبقى سالب 85 زائد 3.4 على سالب 1.51 زائد 13.6. ادانا كام؟ ادانا 85 على 403. ثواني كده طيب. لا ثواني، عايز اشوف بس النسبة كام. النسبة بالرقم ده 0.21. تعال نجرب الاختيارات كلها. 0.210 55.5 على 184. لا دي غلط. تعال نجرب اللي بعدها. 128 على 7. دي غلط. تعال نجرب اللي بعدها. 27 على 128. تقريبا طلعت نفس الرقم تقريبا. الأولانية كانت طالعة 210 من 100. طب تعالى نشوفها تاني اهي. الرقم ده بكام اهي؟ 0.85 زائد 3.4 على سالب 1 وممكن يعمل 1.5 بس. تمام. زائد 13.6 اهي. ادانا 210 من 100 ودي كمان مدينا 210. يبقى دي الإجابة الصح. بس يا عم صلوا على النبي. اللي بعد يا سيدي، ودي جت تقريبا في فكرة زيها في امتحان 24 دول اهو. بيقولك ايه؟ إذا كانت كثافة الفيض الناشئة عن السلك اكس والسلك واي والملف اللي هو البي كل منهم واحد، ده بي. يعني ده بيبعت بي وده بيبعت بي
والملف اللولبي ذات نفسه لما التيار يمر فيه يعبيه. أي الاختيارات يمثل محصلة كثافة الفيض عند النقطة عند عكس اتجاه تيار أحد السلكين. طيب ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. تعالى يا عم، بسم الله ركز معايا بالله عليك. أول حاجة اعكس تيار أحد السلكين. ماشي، هو دلوقتي بص ايه اللي بيحصل، بس دلوقتي اللي بيحصل يا صديقي ان المجال الاتنين السلكين دول عند النقطة ديت، بص السلكين دول في نفس الاتجاه، يبقى الاتنين دول بنطرحهم. يعني هنا محصلة كثافة الفيض أول حاجة النقطة ديت نقطة تعادل. عرفت إن نقطة تعادل التيارين في نفس الاتجاه، يعني دي منطقة طرح ونفس المسافة، يبقى النقطة ديت نقطة تعادل. يبقى المجال بتاع السلك ده هيلاش المجال بتاع السلك ده. تصبح محصلة كثافة الفيض في هذه الحالة دلوقتي مجال الملف اللولبي اللي هو بي فقط فقط. وقالك بقى عند عكس تيار أحد السلكين، اعكس بقى. لما نعكس تيار أحد السلكين بين السلكين هيبقى جمع يا معلم. يبقى المفروض بالنسبة للأسلاك فقط، بالنسبة للأسلاك يبقى البي توتال أهي بالنسبة للأسلاك تبقى منطقة جمع، يبقى بي زي بي تبقى باتنين بي. تمام، هو الأسلاك طب ماشي حلو، يبقى الأسلاك بعت ايه اتنين بي. طب المجال ده داخل خارج اهو، بص ده مش كده، يبقى هيبعت فوق اكس تحت نقطة. ده اهو ده نفس الكلام مش كده، يبقى هيبعت فوق ايه نقط، يعني المجال هيبقى للخارج. تمام، تعال نبص على المجال الملف اللولبي. الملف اللولبي طالع لفوق صح، المجال بتاعك بيشاور للشمال. بص اهوت، يبقى الان هنا يبقى الاس هنا، دايما المجال ماشي للشمال كده. حلو، ده مجال الملف اللولبي ماشي للشمال كده. والمجال بتاع الاسلاك، المجال بتاع الاسلاك عمودي على السبورة للخارج كده. ده واضح ان مجال الملف اللولبي ومجال الاسلاك الاتنين دول متعامد اهو يا صديقي. ايه ده بقى، متمشيش بقى. واضح ان المجالين دول متعامدين صح، طالما متعامدين يبقى هنطبق نظرية فيثاغورس. يبقى البي توتال المجال الكلي هتساوي مجال السلك تربيع زائد مجال اللولبي تربيع. مجال اللولبي ببي لما تربعه يديك بي تربيع. مجال السلك باتنين بي لما تربعه يديك أربعة بي تربيع. اعمل دي كلها على الآلة يا معلم، تطلع بكام؟ تطلع بجذر خمسة بي. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ج. يا رب تكون فاهم يا صديقي العزيز. يلا نخش على السؤال اللي بعده. معلش والله، وانا يعني انا اصلا يعني سجلت نص الفيديو ده اصلا ونمت اصلا، فمعلش صوتي هتلاقيه متغير، معلش حقك عليا اعذرني معلش. النوم ده حاجة كارثة والله يا صديقي. بيقولك سقط فوتون تردده نيو على سطح معدن تردده الحرج، يعني كده النيو أكبر من النيو كريتيكال، يعني النيو بنيو، النيو كريتيكال بنيو على اتنين، فيتحرر الإلكترونات، فتحرر الإلكترون بسرعة في. تمام، طب أقولك إيه، ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كمل طيب. فعند سقوط واحد تاني بالرقم ده فإن سرعة الإلكترون المتحرر بأنهي رقم؟ مش انت عارف، لو أنا أقول مثلا كي 1 على كي 2 يبقى كأنك بتقول E1 ناقص E2 في الحالة الأولانية على E1 ناقص E2 في الحالة التانية. صح صح. انت ترددك بنيو، يبقى التردد بنيو يبقى اسم طاقة الفوتون يبقى اسمها ناقص ال EW. والله ال EW كانت بكام؟ كانت بنيو على الاتنين، يبقى نسميها EW على الاتنين ونسميها E على الاتنين. تمام عادي. بيقولك طب لو نزل واحد تاني طاقته 2 نيو يعني الطاقة زادت للضعف، عفوا التردد زاد للضعف، يبقى الطاقة هتزيد للضعف. هي كانت بكام؟ كانت بإي، تبقى 2 E على نفس المعدن، يبقى نفس الاي دبليو نفس الاي على الاتنين. تعال نشوف هيدينا كام. فوق واحد ناقص نص هيدينا نص اي، تحت 2 اي ناقص نص اي هيديك واحد ونص اي. وانت يا صديقي لما تقسم هيدينا كام؟ يعني لما نقسم الرقمين دول هيدونا كام؟ نص اي على واحد ونص اي، ادي نص على واحد ونص هيدونا تلت. يبقى دول كده الاي هتروح مع الاي يدونا تلت. طب انت لو جيت تفك الكي اي، اصلا الكي اي اصلا بتساوي نص الكتلة بتاع الإلكترون في مربع السرعة، دي ثابتة ودي ثابتة. يبقى الكي ومربع السرعة بينهم علاقة طردية، يبقى ده بيساوي السرعة الأولانية تربيع على السرعة التانية تربيع. تمام، هي السرعة الأولانية بكام؟ في تربيع. أنا عايز أجيب السرعة التانية بقى طرفين وسطين، إذا السرعة التانية تربيع بتساوي في تربيع في 3/1، يبقى تطلع بكام؟ تطلع ب3 في تربيع. دي السرعة التانية. طب أنا عايز أجيب السرعة التانية بس من غير الجذر، خد الجذر بتاع كله. يبقى طبعا ايه، لما جذر 3 هيديك جذر 3، جذر الفي تربيع يديني في، تطلع جذر 3 في. يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم ب. صلى على النبي. السؤال اللي عليه الدور بيقولك بيقولك وضح الشكل العلاقة بين الفاي ام وبين السيتا. ماشي، بيقول لك ايه، اذا علمت ان عدد لفات الدينامو بالرقم ده يدور بتردد بالرقم ده، عايز اجيب القوة الدافعة المستحثة العظمى، عايز اجيب الاي ام اف ماكس. يا عم سهل، مش انت عارف ان الاي ام اف ماكس
تساوي ابن الأوميجا اي بي ان أوميجا اللي هي 2 باي اف. صح. معاك الايه؟ لأ. معاك البي؟ لأ. معاك الان؟ الحمد لله. 50 في 2 في باي اللي هي 22/7 في اف تردد ب50. بس مش معاك البي في الايه كلها على بعضها؟ لا، معايا الفاي ام. ما انت عارف ان الفاي ام يا معلم بتساوي بي في ايه ساين سيتا. انا عايز البي في الايه كلها على بعضها، يبقى البي في الايه هتساوي الفاي ام على الساين سيتا كلها على بعضها. جميل جدا. يلا، الفاي ام بكام؟ ب10. ساين سيتا بكام؟ 30. ساين 30 10 على النص هيديك ان البي في الايه كلها على بعضها تطلع بكام يا معلم؟ تطلع ب20. بس اوعى تنسى دي بالملي يا معلم، 20 ملي ويبر. ماشي، هي ويبر يعني. عوض بقى هنا بقى، يبقى 20 ملي واضرب في 10 والسالب 3 واضرب في الرقم ده كله. يلا يا عم، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى 20 واضرب في 10 والسالب 3 نضرب في 50 ونضرب في 2 في باي في اف اللي هو 50. تطلع بكام يا صديقي؟ تطلع تقريبا ب314 فولت. يبقى الإجابة الصح إجابة رقم ب. اللي بعده يا عم. بص يا عم، بسم الله. ملف دائري عدد لفاته يبقى دي ال N. مساحة وجهه يبقى دي ال A. يدور في مجال مغناطيسي كثافته يبقى دي ال B. حول محور ثابت عمودي على اتجاه الدوران يبقى دي الثيتا ب90. فولد EMF يبقى دي ال EMF. زمن قدره يبقى ده T. فإن ال EMF المستحثة تتولد نتيجة دورانه كام دورة من قد ايه؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. عارف يعني ايه؟ يعني كده ال EMF بتساوي سالب N B في ايه دلتا ساين سيتا على الدلتا تي. عارف يعني ايه الكلام ده؟ يعني عوض بس كده. هي ال EMF بكام؟ الراجل قالك ان ال EMF 3/10 ملي. 3/10 واضرب في 10 وسالب 3. يلا، الزمن بكام؟ الزمن 400 ملي ثانية. اضرب في 10 وسالب 3. يلا عوض. السالب ان بتساوي ايه؟ سالب ان اللفات بتساوي 200 في البي كسبته الفيد 6 في 10 وسالب 4 في الايه 5 في 10 وسالب 4. ده في دلتا ساين سيتا يا معلم. عارف يعني ايه دلتا ساين سيتا؟ دلتا ساين سيتا بتساوي، لو فاكر، ساين البداية يا معلم. هو قالك هو قالك ايه؟ معرفش. ثواني بس. ساين البداية زائد الدوران ناقص ساين زاوية البداية. حبيب قلبي، البداية ديت هو قالك هو بيدور عمودي حول محور ثابت عمودي، يبقى زاوية البداية ب90. البداية ب90. عايزين نعرف بقى زاوية الدوران ديت بكام اللي هتخلي الناتج يطلع ب3/10. اللهم صل على النبي. أس سالب 3. خلاص، تعال نجرب. إنه هيدور نص دورة من الوضع العمودي. نص دورة يعني 180 درجة، صح؟ ديت تبقى بسالب 1 ناقص ساين 90 ب1. سالب 1 ناقص 1 دي سالب 2. لو حطيت سالب 2 هنا، السالب هيروح مع السالب. تعال نشوف الاختيارات. لو طلع بالرقم ده يبقى كلامنا صح، ما طلعش بالرقم ده يبقى كلامنا غلط. يبقى 200 في 6 في 10 أس سالب 4 في 5 في 10 أس سالب 4 في 2 على 400 في 10 أس سالب 3. طلع بكام؟ طلع ب3 في 10 أس سالب 4 اللي هي 3/10 في 10 أس سالب 3. ايه اللي يثبت ان كلامك صح؟ خلاص، اطرح الرقم ده من الرقم ده. لو اداك صفر يبقى انت بتطرح رقمين، يعني من رقمين بالظبط مظبوطين، هما الاتنين نفس الرقم. يبقى الرقم ده اطرحه ناقص 3/10 في 10 أس سالب 3 بصفر. يبقى الحمد لله الرقم اللي طلع من هنا زي الرقم ده. يبقى الاختيار الصح الاختيار رقم ألف. عشان ده هتشال، والله العظيم هتشال. ده انا بشوف يا ابني البدع في حياتي والله. بص يا عم، بسم الله. بيقول لك ايه؟ بيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. اذا كانت قراءة الفولتمتر ب4 فولت لما المفتاح يكون مفتوح. تعال نجيب الفي باتري. مش قالك ان ده ب4 فولت؟ تمام، ده مفتوح لكن نسيبك منه بقى. في على اي يديك التيار بكام؟ التيار يا معلم 4 على 2 يديك التيار ب2 امبير. تعال نجيب الفي باتري. اي توتال في ار توتال. التيار الكلي ب2. اضرب في المقاومة الكلية. عندك 3 و1 4 و2 6. يديك ان الفي بي رقم ثابت سواء قبل الغلق او بعد الغلق بكام؟ ب12 فولت. تعالى بقى، بيقولك ايه؟ فإن فرق الجهد بين طرفي 3 لما يكون المفتاح دوت مغلق. انت لما تقفل، بص يا معلم صل على النبي، المقاومة دي اتلغت لأن ده بقى سلك الغاء، فهذه المقاومة تتلغي. تمام، صل على النبي صلى الله عليه وسلم. المقاومة دي اتلغت. تعرف تجيب التيار الكلي؟ أعرف. التيار الكلي هتساوي في باتري على ار توتال. الفي باتري ب12. الار توتال الجديدة عندك 1 و3 اللي هي ب4. يطلع التيار الكلي بكام؟ ب3 أمبير. جاي هنا 3 أمبير. تعرف تجيب فرق الجهد بين طرفي المقاومة 9؟ بين طرفي المقاومة 3 عفوا. اي في ار 3 يديك ان فرق الجهد بين طرفيها ب9 فولت. بس يا عم،
يبقى الإجابة الصح تكون الإجابة رقم د. اللي بعده، سلكين طويلين بي وكيو متوازيين في مستوى الصفحة يتأثران بمجال مغناطيسي كما موضح بالشكل. بيقول لك ايه؟ فإذا كان السلك بي قابل للحركة، يعني بي ده قابل للحركة والسلك او مثبت، تمام، يبقى أنا مثبت ده بس اللي عمل حركه. بيقول لك فإن اتجاه القوى المؤثرة على السلك بي، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، مش السلكين دول في عكس الاتجاه بين السلكين جمع بره السلكين طرح، يبقى السلك ده ثابت مش هيتحرك. يبقى السلك ده بيتحرك من الجمع للطرح، بيتحرك من أعلى كثافة لأقل كثافة، يبقى يتحرك من الجمع للطرح، يبقى يتأثر بقوة مغناطيسية متبادلة تؤدي إلى حركته يمين الصفحة. يبقى الإجابة الصح هيتحرك يمين الصفحة. يبقى الإجابة رقم جيم. صلوا على النبي. المقال يا عم، بص يا بيه. طبعا في السؤال ده للأمانة برضه عشان ايه في كمان جزء ناقص تقريبا عشان ما كملتوش للآخر. ده السلكين يا صديقي متعرضين لمجال خارجي، وانت عارف ان اي سلك بيتحط في مجال، المجال ده ممكن يأثر على السلك بقوة. دي القوة بتاع F1 اسمها قوة تنافر الناشئة بين السلكين. وانت عندك يا معلم السلك محطوط في مجال يأثر عليه بقوة، حطيتها بقاعدة فليمنج يسرى قوة، عفوا يسرى قوة مجال تيار. ادي حاجة، اول حاجة المجال اهو، المجال للداخل. طب والتيار لفوق، اذا اتجاه القوة تكون جهة اليسار، تمام. وفي قوة جهة اليسار بتأثر، عشان انا اصلا ما اعرفش مين الصح، ويتحرك في اليمين ولا في اليسار، ما حسبتهاش والله، أنا لسه اول مرة يا دوبك افتح الامتحان زيك اهو. بقى عندي كده قوتين بيزقوا عكس بعض، دي القوة الناشئة بسبب المجال. تعال نشوف مين أكبر واحدة. تعال نجيب F1. القوة المتبادلة تساوي ميو أي واحد بأي أي اتنين بأي أي فأي يديك أي تربيع في ال الطول المشترك بينهم باللاية على 2 باي دي المسافة بين السلكين، دي F1. تعال نجيب F2. ما انت عارف ان القوة بتساوي بي أي ال المجال قالك بكام؟ قالك المجال الخارجي بميو أي على باي دي، بي أي الأي بأي واحدة، ال بالله واحدة، ميو أي في أي يديك أي تربيع في ال على باي دي. طير يا معلم، الميو مع الميو، اي تربيع مع اي تربيع، ال مع ال، باي دي مع باي دي، بقى لك فوق نص، بقى لي تحت واحد. مين اكبر؟ ده واضح ان F2 اكبر. طالما F2 اكبر يبقى الاف قوة بسبب المجالات الخارجية اللي تسيطر. يبقى السلك يمشي تبع الكبير، يبقى السلك يتأثر بقوة جهة اليسار. عفوا معلش، والله ما شفتش ان السلك ليه مجال خارجي. خلي بالك انا يعني انا براجع على السؤال مره واثنين وثلاثه بعد ما احله عشان اتاكد بس ان مفيش سؤال ينزل غلط، عشان ايه لما في سؤال بينزل غلط ايه ناس محترمه كتير بتتكلم بالفاظ كده ايه. تمام طبعا، وانت عارف طبعا، عارف الالفاظ ديت هما مستنيين الواحد قول بس غلطه، بس انت مالكش دعوه، انا قاعد بس مستني غلطاتك انت في الفيديوهات ديت بس. يعني حسبي الله، الناس رمه والله. اللي بعده، بطارية قوتها الدفعة الكهربية دي الفي بي، مقاومتها الداخلية دي ار سمول، وصلت بمقاومة ار، فكان فرق الجهد بين طرفي، ارسم ادي عندك بطارية وصلتها بمقاومة ار، فرق الجهد بين طرفي المقاومة دي مقاومة ار، فرق الجهد كان بين طرفي كان بكام؟ كان ب 12 فولت، تمام. بيقولك ايه؟ وصلتها بمقاومة اخرى على التوازي، تمام، قمت موصل ديت بمقاومة اخرى على التوازي، ماشي، بكام؟ بمقاومة اخرى ب 12، تمام. يبقى فرق الجهد يبقى ثابت عليهم هما الاتنين، ما علينا. احسب شدة التيار المار في الدائرة في الحالة التانية. لا ده دي حالة ودي حالة، لا سيبك من ديت، سيبك من دي كأنها موصلتهاش. تعالى بقى، قالك انك بطارية مقاومتها اول حاجة الفي بي بكام؟ ب18، مقاومتها الداخلية بكام؟ ب2 اوم. يلا يا عم بسم الله. قالك وصلتها ببطارية فكان فرق الجهد بين طرفيها 18. لا ثواني بقى معلش عشان نعرف بقى المقاومة ار ديت مين. مش هو قالك فرق الجهد بكام؟ بفرق الجهد ب12، ما انا ممكن انقل الفولتميتر انقله هنا. لو نقلت الفولتميتر بيبقى واقف على مين؟ بيبقى واقف على بطارية. يبقى الفي هتساوي اهو صغر يا معلم، يبقى الفي في الحالة دي هتساوي في بي ناقص اي ار، الفي بي ب12، الفي بتساوي في بي ب18 ناقص التيار معرفوش في المقاومة 2، ودي بعكس إشارة، 12 ناقص 18 يديك -6، -6 بتساوي -2 اي، السالب مع السالب اقسم على 2 يمين واقسم على 2 شمال، إذا الاي يطلع بكام؟ ب3 أمبير. يبقى الاي بكام؟ ب3 أمبير، تمام. صلى على النبي. يعني طالع هنا من البطارية 3 أمبير. تعرف تجيب المقاومة بكام؟ أعرف أجيب المقاومة تساوي في على اي، 12 على 3 تطلع المقاومة قيمتها ب4 أوم. كمل بقى. بيقولك ايه؟ بيقولك إذا وصلت مقاومة ار بمقاومة على التوازي، يعني المقاومة اللي طلعناها اللي هي ب4 وصلناها على التوازي بمقاومة 12، تعال نجيب المقاومة المكافئة، 4 و12 على التوازي يديك مقاومة مكافئة ب3، تمام. ويقول لك طبعا احنا موصلينها مع بطارية، البطارية دي قوتها الدفعة الكهربية ب18، مقاومتها الداخلية ب2 اوم. ماشي، عايز يجيب ايه؟ شدة التيار اللي مر فيها بكام؟ خلاص يا معلم، الاي هتساوي في باتري على ار توتال، الفي باتري 18، الار توتال بكام؟ عندك 3 و2 اللي هي 5،
تعال نشوف هيدينا كام. 18 على 5 هيدينا كام؟ هيديك يا معلم 3.6 بس. يبقى الاختيار الصح طلع بكام؟ 3.6 أمبير. أوميتر مقاومته يبقى دي الار بتاع الأوميتر. بيقولك عايزين نعرف الار اكس بكام اللي هتخليه لطول التدريج. ماشي، الار اكس هتساوي القانون بتاعها مقلوب التدريج، هو قالوا عندي طول تقلب 3/1 ناقص 1 واضرب فيه الار اكس اللي هي 3750. 3/1 يعني ناقص 1 يديك 2 في 3750 يبقى 3750 نضرب في 2 هيديك كام؟ 7500. يبقى 7500. تعال نكمل. قيمة المقاومة اللي هتتوصل على التوازي، لأ ثواني، قيمة المقاومة اللي هوصلها على التوازي مع الار اكس حتى بيقولك ايه اللي تجعل المؤشر ينحرف ل3/4 التدريج. خلاص يا معلم سهلة. يبقى الار اكس بتساوي مقلوب التدريج 4/3 ناقص 1 واضرب في 3750. ماشي، يبقى 4/3 ناقص 1 واضرب في 3750 هيديك كام؟ هيديك انها طلعت ب1250. لأ ثواني بقى، ركز. اهي هيديك انها طلعت بكام؟ طلعت يا معلم ب1250. مش ده الاختيار طبعا. ليه؟ بص يا معلم، هو احنا كنا جايبين الار اكس بكام يا معلم؟ اهي كنا جايبين الار اكس الاولانيه ب7500. قيمة المقاومة بكام اللي هوصلها على التوازي عشان الناتج المقاوم المكافئ تطلع بالرقم ده؟ يبقى هوصل كام اللي هي ار مجهولة اهيت على التوازي مع 7500 عشان يطلع برقم المقاومة المكافئة تطلع بالرقم ده. ماشي، يبقى اقول حاصل ضربهم يبقى 7500 في اكس على حاصل جمعهم 7500 زائد اكس. انا عايز اعرف الاكس بكام. ده كله بتساوي 1250. استنى بقى على ما تموت بقى وطلع الناتج بقى، ربنا يستر والناتج يطلع في البيضاية. اصل حوار شيفت اهي يا معلم. الحمد لله طلعت مين؟ طلعت المقاومة اللي احنا هنضيفها مع الار اكس طلعتها بكام؟ ب1500 اهي يا معلم. يبقى المقاومة الموجودة دهيت الحمد لله طلعت ب1500. مقاومة هوصلها على التوازي مع الار اكس عشان يطلع الناتج ب1250 ودي اللي عايزها. بس يا عم كده يا صديقي امتحان الدور التاني 2024 خلص. بس يا عم ان شاء الله نحل معاك الفيديوهات الباقيه يا صديقي على الامتحانات الباقيه. معلش والله النهارده انا يعني بين الفيديوهين والله فصلت وتلاقي صوتي والله متغير في الفيديوهات. فمعلش والله لو حليت سؤال يعني غلط في اي حاجه من الحاجات دول، قلت معلومه غلط والله فهي سهوه مني ومن الشيطان. والله ورسوله منه براء، يعني ابرياء من هذا الاثم او هذا الذنب. فانا بعتذر طبعا من حاجه زي ديت طبعا. والله انا براجع السؤال مره واثنين واربعه قبل ما ينزل غلط عشان يعني قادر اننا نقول في الكومنتات معلش وسهوا والكلام ده كله. فانا بنهاك دلوقتي يا صديقي. بس يعني نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.